أظن مفيش أحلى من كده تقدميه، وقد إيه سهلة بس طعمها روعة. هنعمل كيكة الجلاش بالتفاح ومختلفة تماما، يعني أي حد هياكل منها هينبهر ويقولك إيه ده عملتيها إزاي، لأن حقيقي طعمها مختلف جدا. ودايما وصفات الجلاش بتكون سهلة وبسيطة وأي حد بيحبها. تقدري تقدميها بالشربات أو السكر البودر أو سادة كده زي ما هي أصلا طعمها روعة. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. هنجيب الصينية ونغلفها كويس جدا بورق الزبدة. نجيب كمان باكت الجلاش نطلعه من الورق بتاعه ونغطيه بفوطة نظيفة لأنه بينشف بسرعة. معايا نص كوباية من السمنة على الزبدة على الزيت. أهم حاجة ما يبقاش زيت بس، لازم يكون معاه كده معلقة سمنة أو زبدة. ناخد كل ورقة من الجلاش وندهنها كويس جدا ونلفها بنفس الشكل ده، نفس اللفة اللي أنا لفتها معاكم قبل كده في فيديو المكشكشة. اللفة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي حاجة خالص. هناخد بقى ورق الجلاش ونلفه كده على شكل دايره، ونحاول كده نخلي اول دايره في نص الصينيه علشان الشكل النهائي يكون مظبوط جدا. ونستمر بقى كده لحد ما نخلص الكميه كلها. ندهن كل ورقه ونلفها بنفس الشكل ده. بس اهم حاجه بقى واحنا بنلف دواير على بعض، ما نلزقش الورق كده في بعضه، ما نضغطش عليه قوي، نخليه كده مهوي من بعضه شويه علشان لما نحط الخليط السائل يتوغل كده ما بين ورق الجلاش، والطعم في النهايه يكون حلو جدا. هتستمروا كده في الاخر خالص هتلاقوها شبه الورده الكبيره. كده خلاص خلصت الكمية كلها. أدهن بقى وش الجلاش كده بخليط الزبدة والسمنة، وكمان أحاول كده أدخل خليط الزبدة والسمنة ما بين ورق الجلاش. وبكده خلاص بقت جاهزة. تدخل الفرن درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة بس. على بال ما تطلع من الفرن هنحضر الخليط السائل. 4 حبات من البيض، معلقة كبيرة من الفانيليا السائلة أو البودر، وبرش ليمونة صغيرة. أهم حاجة ما ناخدش الجزء الأبيض. ونخفق البيض شوية كده مع بعضه. بعد كده هضيف كوباية كبيرة من السكر الأبيض وبرده أقلب كويس جدا. هضيف كمان كوبايتين كبار من الزبادي، وبرضو اقلب المكونات كلها مع بعض كويس قوي. واخر حاجه معايا معلقتين كبار من الدقيق. هضيف الدقيق شويه بشويه واقلب لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. اهم حاجه ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص من الدقيق. كده خلاص الخليط السائل بقى جاهز وناعم وكريمي ما فيهوش اي تكتلات خالص. معايا كمان 3 حبات من التفاح، تقدروا تستخدموا النوع اللي انتوا بتحبوه. هنقشر التفاح ونقسمه نصين ونشيل القلب منه، وبعد كده نقطعه لشرايح. اهم حاجه ان الشرايح ما تبقاش رفيعه قوي علشان ما تتكسرش وما تبقاش سميكه قوي، يعني السمك بتاعها يكون متوسط. كده مظبوط جدا. انقل بقى كده التفاح في طبق تاني واضيف عليه معلقه صغيره من عصير الليمون، معلقه كبيره من السكر الابيض مش لازم يكون سكر بني، ومعلقه صغيره من القرفه المطحونه، واقلب كويس قوي. الصينيه خرجت من الفرن وقعدت ربع ساعه بالظبط، اخدت لون ذهبي فاتح جدا جدا. طبعا الجلاش ما استواش ولا اي حاجه. على طول هضيف الخليط السائل، واهم حاجه اهز الصينيه كويس جدا علشان الخليط السائل يتوغل ما بين ورق الجلاش. الخطوه دي مهمه قوي. بعد كده اوزع شرايح التفاح كده داير ما يدور في الصينيه من بره، علشان الكيكه كده من بره يكون فيها شرايح التفاح ويبقى شكلها حلو قوي. وبعد كده اوزع شرايح التفاح ما بين ورق الجلاش. توزيع كده عشوائي، مش لازم يعني تكون بطريقه منظمه، علشان كل قطعه نقطعها يكون فيها شرايح التفاح. لو اتبقى شويه ميه كده بالسكر بالقرفه هنضيفها كده على الوش، والصينيه تدخل الفرن درجه حراره متوسطه لمده نص ساعه كامله. بعد النص ساعه هنشغل الشوايه تاخد اللون الرهيب اللي انتوا شايفينه دوت. وطبعا انا مش قادره اوصف لكم الريحه كانت جميله قد ايه. نحاول كده نسلكها بالراحه من الجوانب، وبعد كده هتطلع معاكم بمنتهى السهوله. بعد ما تبرد تماما تقلبوها على وشها علشان تشيلوا ورق الزبده اللي كان في الصينيه من تحت. شوفوا بقى جميله ازاي، حقيقي في منتهى الجمال. في المرحلة دي نقدر نضيف عليها حوالي نص كوباية من الشربات قوام متوسط. ولكن أنا هنا في البيت عندي فريقين، اللي بيحب الشربات واللي بيحب السكر البودر، علشان كده ما حطيتش عليها أي حاجة. اللي عاوز شربات بحط له، واللي عاوز سكر بودر برضه بحط له. مش قادرة أوصف لكم بجد طعمها جميل قد إيه، ومورقة كده زي ما انتوا شايفين. وبس كده وصفة النهاردة خلصت. أتمنى إن الوصفة تكون سهلة وبسيطة عليكم. مستنية رأيكم فيها، وأشوفكم إن شاء الله على خير. بألف هنا وشفا، وباي باي.